بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا زانين وطيبين يا رب، مفتحين البال، اللهم امين. اللهم دمها نعمة علينا وعليكم، اللهم امين. أهلا بكل الناس يا جماعة اللي شرفتنا جديد واللي اشتركت في القناة جديد، على راسنا والله. إن شاء الله بإذن الله القناة تعجبكم والفيديوهات اللي أنا أعملوها تعجبكم وتنال رضاكم بإذن الله كده، ونشجعوا بعضنا، اللي معاه معلومة يفيد بيها التاني، وإن شاء الله بإذن الله كلها يجعلها إيه لله إن شاء الله، اللهم آمين بإذن الله كده يا رب. أول حاجة يا جماعة نصلوا على النبي ونذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا جماعة اعملوا لنا لايكات وابعتوا لنا التعليقات الحلوة بتاعتكم، إن شاء الله بإذن الله كده الناس الجديدة تشترك لنا في القناة، وإن شاء الله بإذن الله كده اشتراكاتكم ترفع القناة بإذن الله كده، القناة بيكم يا جماعة إن شاء الله هتكبر، اللهم آمين. ده فيديو يا جماعة عن البط وتغيير الريش بالنسبة للبط، والفترة الخطيرة بالنسبة لكل الناس اللي هتربي بط، من أخطر المراحل والله يا جماعة بتاعة تغيير الريش دي في البح أو البط عموما. تمام يا جماعة، ده فيديو كده إن شاء الله بإذن الله كده نقوله فيه معلومتين كده بإذن الله إيه، إن شاء الله بإذن الله تستفادوا ولو بمعلومة صغيرة مني، اللهم آمين يا رب العالمين. تمام يا جماعة، احنا ده في شهر وفي شهر وعشرة أيام أو شهر وخمستاشر يوم، فهو حاليا في اللي مغير هبتدي أغير ريش، وفي اللي لسه حيبتدي. اللهم صل على سيدنا محمد. احنا غيرنا العلف طبعا من تركيز 21 لتركيز 23. فأول حاجة يا جماعة لما تبتدوا تغيروا العلف ما تسحبوش العلف الناعم مرة واحدة، حطوا الناعم مع الخشن وابتدوا اسحبوا الناعم شوية بشوية، لأن ده من أسباب اللي أسبب أول حاجة الافتراس في مرحلة ايه تغيير الريش، ودي الافتراس مرحلة من أعفش المراحل اللي ممكن الواحد يدخل فيها مع البط أو البح عموما. تمام يا جماعة، زي ما اتفقنا العلف ما يتغيرش مرة واحدة، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نغيروا العلف يا جماعة بالراحة كده شوية بشوية، ما تسحبوش العلف برضو زي لما هتحوش العلف من الطيور خالص، برضو ما تسحبيش العلف مرة واحدة. فالعلف لما تكون هتغيري من 23 ل21، حطي ال21 مع 23 وابتدي ايه خففيه شوية بشوية. تمام يا جماعة، عشان ايه ما ندخلوش في مرحلة الافتراس، والافتراس طبعا من اسبابها ايه نقص البروتين في جسم الطائر. تمام يا جماعة، الناس اللي هتغير تجيب كل فترة أو كل شوالة تجيبها من شوال العلف من شركة معينة، أو لا ده يا جماعة خطر، يا ريت يعني تجيب من شركة وحدة أو حاجة معينة تمشي عليها على طول، لأنها برضو من أسباب اللي تسبب إنها إيه الطيور تفترس بعضها والبط عموما، بالذات المسكوفي والحاجات الهجين دي يا جماعة عندها نسبة الافتراس طبعا إيه عالية. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على النبي يا جماعة، صلوا على النبي يا جماعة، إن شاء الله بإذن الله كده إيه الصلاة على النبي دي حاجة تفتح كل الأبواب المقفولة في وش أي حد. صلوا على النبي إن شاء الله ربنا يبارك لكم في أي حاجة. ده يا جماعة تمام البح بتاعنا، اللهم بارك، ربنا بارك لنا فيه إن شاء الله كده إيه وخلي لينا يا رب، اللهم آمين. أول حاجة يا جماعة زي ما اتفقنا إن احنا إيه نتفادوا مرحلة الافتراس دي، بإن احنا ما نعملوش العلف، ما نسحبوش العلف ال21 وعلى طول نحط لهم التاني مرة واحدة 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 يا جماعة. تمام يا جماعة، وسعوا المكان يا جماعة، بالنسبة للناس اللي هتربي في بوكس أو حاجة صغيرة ضيقة بلاش ده، أجيب كساح وأعمل نسبة افتراس عالية في البط عموما أو البحر، فأنتوا بلاش يعني تضيقوا المكان، وسعوا المكان على قد ما تقدروا. البط عموما أو البح لازم أحب المكان الواسع والله يا جماعة. تمام يا جماعة، والأملاح يا جماعة المعدنية، الأملاح مفروض يعني إن احنا نجيبوا لنا كيس كده يمشي معانا، كل ما نخلص نجيبوا لنا كيس ونحطه كل فترة والتانية، يعني الكيس مش غالي جوه هو، فالواحد يجيب له كيس مفروض يعني ايه، عشان المرحلة بتاعة تغيير الريش ده يحتاج نسبة أملاح عالية طبعا الطيور، عشان ايه تقدر تقاوم وتوقف على رجليها، لأنها تتعب جدا والله يا جماعة، مرحلة صعبة. اللهم صل على سيدنا محمد. والفيتامينات يا جماعة في دروب بتاع الأطفال، ممكن الواحد يشتري جزازة صغيرة منه فيتامين د كويسة خالص، أو أي كالسيوم بشري بقى من الصيدلية البطارية شغال يعني كويس برضو. اللهم صل على سيدنا النبي. تمام يا جماعة، بلاش تحطوا أكل يكون فيه مية أو عيش يكون مبلول، لأن ده يجيب ديدان ومش كويس طبعا للطائر. الأكل يكون ناشف يا جماعة، العلف يكون ناشف، تمام، عشان خاطر ايه ما يجيلاش كساح من الديدان ويتكسح منكم.
اللهم صل على سيدنا محمد. أهم من ده كله يا جماعة، الأهم من ده كله إن إحنا نخلوا بالنا من الإسهالات في البح أو البط عموما، لأن هي المشكلة دي اللي دايما يعني ربنا ما يكتبها علينا ولا عليكم، تروح من مربيين هتهدر منا كتير. ناس تربي كميات كبيرة تكون مشروع ليها، وأنا يكون الإسهالات هو سبب إنها تضيع منها كتير مني. فخلي بالكم من الإسهالات يا جماعة، وخلي بالكم من الطيرة دايما، نطفوا تحت منيها وما تخلوهاش اللي تحت منها دايما مش كويس، أو في يعني أي حاجة مش كويسة. بصوا يا جماعة، ده الأكل بتاع اللي احنا بقينا نحطه ليه، ده علف، تركيز 21. ده فيه نخالة قمح يا جماعة، النخالة حلوة يا جماعة بتاعت القمح. احنا عندنا هنا زي ما اتفقنا ان احنا نطحنه القمح، فاحنا هنحط النخالة بتاعته او الردة، تمام، تحت الدقيق عموما. وده عليه شوية كركم، نجيبوا كيس كركم من عند العطار يا جماعة ب10 جنيه، يقعد معانا فترة كبيرة. ده كيس كركم، وهنحط عليه معلقة ملح. دي الخلطة اللي احنا حاليا ماشيين بيها للبح، عشان خاطر نعدوا مرحلة تغيير الريش ان شاء الله بسلام. تمام. هذا يا جماعة الخلطة بتاعتنا اللي حطيناها ليهم، وده ياكلوا منيها. هذا يا جماعة زي ما اتفقنا هياكلوا منيها. الخلطة مفيدة يا جماعة، فيها الكركم وفيها الملح وفيها اهم حاجة البروتين في العلف، وان شاء الله النخال برضو فيها كالسيوم ومفيدة خالص. تمام يا جماعة. فاهتموا بالطيور يا جماعة واكلوهن اكل كويس، زي ما اتفقنا انها يعني زي الطفل الصغير لما تعامله في البيت معاملة خاصة، دي محتاج معاملة خاصة في الوقت ده بالذات. اللهم صل على سيدنا النبي. بصوا يا جماعة، البحة اللي راكدة على البيض دي طلعتها وهتاكل، دي اللي راكدة اللي رقدت اول بحة يا جماعة على البيض. اللهم صل على سيدنا النبي. سامعين الصوت بتاعها ده يا جماعة؟ لما تسمع الصوت ده من اي بحة او بطة تبيض وخلاص كده هترقد، صوت الصوصوة بتاعها ده، فهي طلعت تاكل معاهم. اللهم صل على سيدنا النبي. هي برضو محتاجة تغذية زي ما اتفقنا يا جماعة ان احنا هي وراقدة على البيض لازم نغذوها وناكلوها اكل كويس. وهذا يا جماعة البط بتاعنا، وان شاء الله باذن الله كده البح هنشوفوا اللي هيوصل معانا في رمضان ان شاء الله باذن الله كده عودها علينا وعليكم بخير، اللهم امين يا رب. هنشوفوا الاوزان هيوصل معانا لقد احنا والله يا جماعة هنا مش هنوزن طيورنا خالص يعني، بس احنا كده بالنظر الحاجة اللي هتبقى كويسة وهنشوفوها بسم الله ما شاء الله لما نمسكوها في ايدنا كده نلقوها تقيلة وحلوة. تمام يا جماعة، الحاجة اللي هنلقوها كويسة ووزنها حلو ان شاء الله باذن الله كده هنذبحها من هنا باذن الله في رمضان ان شاء الله، عودها علينا وعليكم بخير اللهم امين. اهتموا يا جماعة بالطيور واهتموا بالاكل بتاعهن، والواحد اهم حاجة يتكل على الله، وربنا ان شاء الله يبارك له في الحاجة بتاعته. اللهم امين يا رب العالمين. ده يا جماعة اكل بيتنا واولادنا واحبابنا، احنا ده مش تجارة والله يا جماعة، احنا هنا مش هنتاجروا في الطيور. تمام يا جماعة، احنا هنا مش هنتاجروا ونبيع ونشتري، لا، في ناس واخداها واكل عيش، بس احنا اغلبية البيوت هنا عندنا تعمل اكتفاء ذاتي ليها، بس احنا بيوت عائلات هنا كبيرة يعني مع بعضها اخوان، فالام لما هم او الام والاب ربنا دي كل واحد يخلي ابو وامه في حياته، اللهم امين يا رب العالمين. فده عندنا اكتفاء ذاتي في البيت من طيورنا، من الحمام، من الفروج، من البحر. هيبقى عندك زي ما اقولوا حاجة ان شاء الله باذن الله ديمها علينا وعليكم اللهم امين. نعمة الستر حاجة سترانا، حتى لو ضيف دخل علينا زي ما اتفقنا احنا عندنا اللي يسترنا، اللهم امين يا رب العالمين ان شاء الله. تمام يا جماعة، فبإذن الله إن شاء الله كده في رمضان يعودها علينا وعليكم بخير، نذبحهم البط ده والبح ده إن شاء الله بإذن الله. واللي إن شاء الله بإذن الله البح اللي هو رقد عليه لسه بإذن الله ده هيطلع مش هيلحق رمضان بإذن الله. وزي ما انتوا عارفين ده البح البلد يا جماعة طول، عشان الناس اللي هتقول المسكوفي أو المولر أو البغالة والحاجات دي ممكن ما تاخدش نفس الفترة اللي هياخدها السوداني أو البح، هطول. بس والله يا جماعة اللحمة بتاعتها بصراحة احنا تعودنا عليها، مهما نربوا من حاجات تاني مش هنلقوا في الطعم بتاعه. تمام، فاحنا هو ده هياخد وقت واطول لولا ما يتذبح عندنا، لولا ما اجيب وزن، وفي الاخر برضو مش هجيب نفس الوزن اللي اجيبه المسكوفي او المولر او البغال او الحاجات التانية دي، لكن طبعا ده انضف بالنسبة لنا واحلى واجمل، وده اللي تربينا عليه. اللهم صل على سيدنا النبي. تمام يا جماعة، فان شاء الله باذن الله كده اللي عنده مكان يا جماعة في البيت او مكان صغير يبتدي معانا ان شاء الله ويعمل اكتفاء ذاتي ليه او البيته او الاسرته ان شاء الله باذن الله كده، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يوسع علينا وعليكم اللهم امين ان شاء الله باذن الله كده، تشتركوا في القناه تشرفونا وتنورونا، وصلوا على النبي يا جماعه كده، اذكرونا كده بدعوه حلوه
ربنا يشفي كل مريض. ادعونا يشفي مرضانا، اللهم امين يا رب العالمين. اشتركوا في القناة يا جماعة، وابعتولنا تعليقات كده حلوة. ربنا يجبر بخاطركم، اللهم امين يا رب العالمين. ان شاء الله باذن الله كده نشوفكم الفيديو الجاي باذن الله كده عشان نشوفوا البح اللي رقد واللي بعده خلص، ونشوفوا باذن الله هنعمله مع زي ما اتفقنا من الفيديو اللي فات. تمام يا جماعه، هذا البح بتاعنا كل من الخلطه بتاعته وهذا الميه، بقيت لونها طبعا اصفر من الكركم يا جماعه. تمام، باذن الله كده نشوفكم الفيديو الجاي على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.